عمرك حسيت إنك في سباق بس مش عارف خط النهاية فين؟ أو إن العالم كله وصل وإنت الوحيد اللي لسه بتربط جزمتك عند نقطة البداية؟ إحنا عايشين في عصر القالب الواحد، العصر اللي كل اللي فيه بيقولك إنك لو مبقتش مليونير ومعاك شركتك قبل سن ال30، يا عم انت كده عوضك على الله وانت بره اللعبة. بس سألت نفسك قبل كده، هو هل السباق ده حقيقي بجد؟ ولا احنا بنجري ورا سراب وخلاص؟ المشكلة إننا اتربينا على إن النجاح ده كتالوج ثابت، مدرسة، جامعة، شغلانة بمرتب كبير وعربية موديل السنة، ولو خرجت عن الخط ده المجتمع بيحسسك أكنك ايرور في السيستم. في علم النفس في حاجة اسمها survivorship bias أو انحياز الناجين، وده إن احنا بنشوف بس ال1% اللي ضربت معاهم وبقوا ترند، وبننسى إن في ملايين غيرهم شغالين بجد وناجحين في حياتهم بس من غير دوشة. اليابانيين عندهم فلسفة اسمها إيكي جاي، أتمنى أكون قلتها صح، ودي بتقول إن النجاح مش إنك تركب أغلى عربية، النجاح هو إنك تلاقي المنطقة الدافية بتاعتك، الحاجة اللي بتحبها وبتقدر تعملها وفي نفس الوقت بتاكل منها عايش. مش لازم تبقى رائد أعمال عشان تبقى ناجح، ممكن تبقى أحسن صنايعي أو أشطر دكتور أو حتى أم بتربي ولادها صح. ده في حد ذاته إنجاز عالمي، رغم إن في ناس بتقلل من الإنجاز ده اليومين دول. سمعت قبل كده عن حاجة اسمها quarter life crisis أو أزمة ربع العمر؟ دي اللحظة اللي بتحس فيها إن سن الشباب مش فسحة، ده ضغط زمني مرعب. الاحتراق النفسي اللي بتحس بيه وانت لسه بتبدأ ده مش علامة شطارة، دي صرخة من نفسك اللي انت بتضغط عليها وبتقارنها باللي حواليك. انت ما عليك إلا إنك تسعى. تأمل كده قول الخالق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني لكل حاجة وقتها، كل ثمرة وليها ميعاد عشان تنضج فيه. ربنا ما خلقناش في خط إنتاج مصنع كلنا شبه بعض، ربنا خلقنا شعوب وقبائل ومواهب وأرزاق متفاوتة. رزقك مش بس فلوس، رزقك هو سكينتك وصحتك، قدرتك إنك تستمتع بالرحلة، ده هو الرزق اللي بجد. المشكلة إننا بنقارن كواليس حياتنا اللي فيها تعب وشك وخوف بشريط ذكريات الناس التانية المفلتر والمنقع على الفرازة. انت بتشوف النتيجة بس ما بتشوفش التمن. السوشيال ميديا بتبرمجنا على upward social comparison، إنك دايما بتبص للأعلى منك فتحس بالنقص وتفضل تستهلك أكتر وأكتر. ده مش طموح، ده فومو، قلق وخوف إن في حاجات فايتاك بيخلي قلبك متعلق بحياة غيرك فتهرب منك حياتك انت. ودي الحقيقة اللي الخوارزميات مش هتقولها لك: المرونة النفسية. الفشل مش عكس النجاح، ده حتة منه ومن غيره مش هتتعلم حاجة. قليل دائم خير من كثير منقطع. ما تدورش على القفزات اللي بتهد الحياة، دور على 1% تحسن كل يوم. أهم حاجة الاستمرارية. العزلة الرقمية، افصل عشان تتصل، اقطع النت شوية عشان تعرف تسمع صوت نفسك، تعرف تدي مجال لعقلك اللي هو يفكر بعيد عن دوشة العالم. وافتكر دايما انت مش متأخر، وانت مش فاشل عشان مش شبه حد، انت ببساطة ماشي في توقيتك الخاص اللي ربنا محددهولك. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها بوضوح: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم.
النجاح الحقيقي هو إنك تنام النهاردة وأنت راضي عن سعيك، مش بس مستني النتيجة.